تخيل معايا إنك راجع من شغلك يوم عادي جدا، تفتح باب البيت تلاقي جواب مستنيك، مش مكتوب عليه اسم المرسل ومفيش عنوان واضح. تفتحه تلاقي حد بيقولك إنه عارف سرك، سر محدش يعرفه غيرك انت، ويمكن شخص واحد بس. والأغرب إنه مش بيهددك وخلاص، ده بيقولك لو ما اعترفتش كل الناس هتعرف. القصة دي حصلت فعلا، مش فيلم ومش قصة رعب متألفة، دي واحدة من أغرب القضايا الحقيقية في أمريكا، قضية رسائل سيركلفيل، أو زي ما اتعرفت باسم سيركلفيل ليترز. قضية بدأت بجواب وانتهت بموت غامض ومحاولة قتل وشخص اتحبس، والجريمة لسه بتحصل بعد ما اتحبس. يعني ببساطة القاتل ممكن ما يكونش هو اللي اتحبس أصلا. بس قبل ما نبدأ، لو انت بتحب القصص الحقيقية الغامضة اللي بتخليك تفكر وما تنامش بالليل، اشترك في القناة وفعل الجرس، عشان في كل فيديو بنفتح ملف من أخطر وأغرب القضايا الحقيقية. سنة 1976 في بلدة صغيرة وهادية جدا اسمها سيركلفيل في ولاية أوهايو. بلدة بسيطة، الناس كلها عارفة بعض، مفيش جرايم تقريبا، وكل حاجة ماشية بهدوء، لحد ما الهدوء ده اتكسر. أول جواب وصل كان لواحدة اسمها ميري جيلسبي، مدرسة شخصيتها هادية ومعروفة في البلد. فتحت الجواب وقرت أول سطر: إحنا عارفين اللي بينك وبين مدير المدرسة. الجواب كان بيتهمها إنها على علاقة سرية مع مدير المدرسة، وبيقول لها تبطل وإلا هيكشف كل حاجة لجوزها وللناس كلها. ماري اتصدمت، مش بس عشان الاتهام، لكن عشان التفاصيل اللي في الجواب، تفاصيل محدش يعرفها. في الأول حاولت تتجاهل الموضوع وقالت يمكن هزار سخيف، بس بعدها بأيام وصل جواب تاني، وبعدين تالت، وبعدين رابع، كلهم بنفس الخط، نفس الأسلوب ونفس التهديد. بس المرة دي الجوابات بدأت توصل لناس تانية، جيران، أصحاب، ناس في الشغل، وكل واحد فيهم بيستلم جواب فيه أسرار عنه، حاجات محدش يعرفها غيره. بقى في حد في البلدة الصغيرة دي عارف كل حاجة عن كل الناس، وبيقرر يفضحهم واحد واحد. ماري كانت مرعوبة، لكن الأسوأ إن الموضوع وصل لجوزها رون جيلسبي، راجل عادي، بس لما عرف بالجوابات اتجنن، قرر إنه لازم يوقف اللي بيحصل ده. وفي يوم وصل له اتصال غريب محدش عارف من مين، بس بعد المكالمة دي رون خرج من البيت وهو متوتر جدا، كان معاه مسدس وكأنه رايح يقابل الشخص اللي بيبعت الجوابات. وده كان آخر يوم في حياته، لأن بعد ساعات رون جيلسبي مات في حادثة عربية غامضة جدا. حادثة ولا جريمة؟ هل كان رايح يقابل المجهول ولا حد استدرجه؟ والأهم،
هل اللي بيبعت الجوابات هو السبب في موته؟ دي كانت البداية بس، لأن اللي جاي بعد كده مش مجرد رسايل، ده هيوصل لمحاولة قتل حقيقية وفخ متصمم عشان يقتل. والمفاجأة، الشخص اللي اتقبض عليه ممكن ما يكونش هو الفاعل. في الفصل الجاي هنشوف ايه اللي حصل بعد موت رون، وازاي الرعب في سيركلفيل زاد اكتر، وازاي الجوابات بقت اخطر من اي وقت فات. بعد موت رون جيلسبي، الناس كلها في سيركلفيل كانت فاكرة ان الكابوس خلص، لكن الحقيقة الكابوس لسه بيبدأ. الرسايل ما وقفتش، بالعكس زادت، وبقت مش بس جوابات سرية، لا، بقت علني. في يوم عادي، الناس وهي ماشية بالعربيات على الطرق بدأوا يلاحظوا حاجة غريبة. لافتات معلقة على أعمدة النور وعلى الطرق السريعة، لافتات مكتوب عليها اتهامات صريحة بأسماء ناس حقيقية في البلد، ومنهم ميري جيلسبي. اللي حصل إن الشخص المجهول قرر يخرج كل حاجة للنور، مش بس يهدد في السر، لا، يفضح في العلن. أي حد يعدي بالعربية يشوف اللافتة ويقرأ الكلام، أسرار، اتهامات، فضايح، كلها متعلقة في الشارع. تخيل تبقى ساكن في مدينة صغيرة وفجأة اسمك بقى مكتوب على لافتة في الشارع وكل الناس بتبص عليك. الخوف بقى جماعي، مش شخص واحد ولا عيلة واحدة، دي مدينة كاملة بقت تحت تهديد شخص واحد. ميري كانت واحدة من أكتر الناس اللي اتأذوا. كل شوية لافتة جديدة، كل شوية اتهام جديد، وكان واضح إن اللي بيعمل كده مش بس عايز يهددها، ده عايز يدمر حياتها. وفي يوم ميري كانت سايقة عربيتها في طريق هادي ولمحت لافتة جديدة عليها اسمها. وقفت العربية، نزلت ومشيت ناحية اللافتة، كانت عايزة تشيلها قبل ما حد يشوفها، قبل ما الفضيحة تكبر أكتر. بس أول ما قربت لاحظت حاجة غريبة. اللافتة مش متثبتة عادي، كان في حاجة وراها، صندوق. ميري قررت تشوف ايه ده. شالت اللافتة، ولما بصت جوه الصندوق اكتشفت انه مش صندوق عادي، ده كان فخ، مصيدة، مسدس متوصل بخيط. مجرد ما حد يشد اللافتة بطريقة معينة المسدس يضرب مباشرة. يعني ببساطة اللي عامل الفخ ده ما كانش عايز يفضحها بس، كان عايز يقتلها. ماري نجيت بفرق ثواني، لأنها لحقت تاخد بالها من الفخ قبل ما يتفعل. ساعتها الموضوع بقى واضح جدا للشرطة، ده مش هزار، مش رسائل مجهولة وخلاص، ده شخص مستعد يقتل. الشرطة بدأت تحقيق رسمي، جمعت الرسائل، درست الخط، بدأوا يدوروا على أي دليل. وكان في حاجة مهمة جدا، المسدس اللي استخدم في الفخ اتبع، ووصلوا لاسم شخص قريب جدا من العيلة، اسمه بول فريشاور. بول كان زوج أخت ميري.
يعني واحد من أقرب الناس ليها. الشرطة بدأت تشك، هل ممكن يكون هو؟ هل كان قريب كفاية عشان يعرف كل الأسرار دي؟ تم القبض عليه وتقدم للمحاكمة، لكن القضية ما كانتش سهلة. بول كان بينكر كل حاجة، بيقول إنه بريء وإني مش اللي بيبعت الرسايل. ورغم كده الأدلة كانت ضده. اتحكم عليه بالسجن، بس الناس كلها قالت خلاص الفاعل اتقبض عليه. بس ده ما حصلش. بعد ما بول دخل السجن الرسايل ما وقفتش، بالعكس كملت، وبنفس الأسلوب ونفس الخط. يعني اللي بيبعت الرسايل كان بره. وساعتها كل حاجة اتقلبت. في الفصل الجاي هنغوص أكتر في التحقيقات، وهنشوف إيه الأدلة اللي كانت ضد بول، وإيه اللي خلى ناس كتير تقول إنه ممكن يكون مظلوم، والأهم مين كان بيبعت الرسايل وهو جوه السجن. ولو لحد هنا ما اشتركتش في القناة، يبقى أنت بتفوت على نفسك أقوى قضايا حقيقية بنحللها مع بعض. اشترك دلوقتي وفعل الجرس، وقول لي رأيك في التعليقات. هل شايف إن بول هو الجاني ولا في حد تاني؟ ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك يا محترم، وتفعل زر الجرس عشان أحبك. تنبيه سريع، الفيديو ده هو الجزء التاني من القصة، واللي هتشوفه دلوقتي هيخليك تسأل أسئلة كتير مش هتلاقي لها إجابة غير في الجزء الأول. لو عايز تفهم كل حاجة من البداية ارجع للفيديو اللي فات، وبعدين تعالى كمل هنا عشان اللي جاي هيغير كل اللي انت فاهمه. بعد ما اتقبض على بول فريشاور، القضية بالنسبة للشرطة كانت شبه انتهت. متهم، دليل، وحكم بالسجن، كل حاجة شكلها منطقي. بس في حاجة واحدة ما كانتش منطقية خالص: الرسايل. الرسايل كانت لسه بتوصل، ناس جديدة، وأحيانا نفس الناس بنفس الأسلوب ونفس النبرة. ساعتها بعض الناس في سيركلفيل بدأوا يشكوا، هل فعلا بول هو اللي بيبعت الرسايل ولا في حد تاني؟ المحامين بتوع بول دخلوا على الخط وقالوا حاجة مهمة جدا: ازاي واحد في السجن يقدر يبعت رسايل من بره؟ بدأوا يراجعوا الأدلة واحدة واحدة. أول حاجة، خط اليد. الخبراء قالوا إن الخط مش متطابق 100%. شبهه بس مطابق لأ. وده معناه حاجة خطيرة، إن ممكن يكون في حد بيقلد الخط، أو إن الشرطة مسكت الشخص الغلط. الدليل التاني، المسدس. المسدس اللي اتعمل بيه الفخ كان متوصل ببول. بس هل ده دليل كافي إنه هو اللي عمل الفخ؟ ولا ممكن يكون حد استخدم سلاحه أو سرقه أو حتى زرعه عشان يلبسوا القضية؟ كل دليل كان واضح في الأول بدأ يبقى عليه علامة استفهام. ومع كل رسالة جديدة كان الشك بيزيد. وفي وسط كل ده ظهر تفصيلة غريبة جدا. بعض الرسائل كانت بتوصل وبتتكلم عن أحداث حصلت بعد سجن بول. يعني اللي بيكتبها كان بره
وده كان كفيل إنه يهز القضية كلها. وفي نقطة أخطر، بعض الرسائل كانت بتتكلم عن تفاصيل في التحقيق نفسه، تفاصيل مش مفروض يعرفها غير الشرطة. يعني إيه؟ يعني اللي بيبعت الرسائل ممكن يكون قريب جدا من التحقيق، قريب لدرجة إنه شايف كل حاجة بتحصل. ساعتها القضية اتحولت من مين المجرم لسؤال أخطر: مين ممكن يكون جوه الدايرة دي كلها؟ في الفصل اللي جاي هنشوف أخطر النظريات في القضية، ونحاول نجاوب على السؤال اللي محير الناس لحد النهاردة: هل بول كان ضحية ولا كان جزء من لعبة أكبر؟ ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان ده بيساعدنا نكمل. قضية سيركلفيل ليترز واحدة من القضايا اللي مهما تحاول تحلها هتفضل فيها جزء ناقص. لكن رغم كده في نظريات قوية ظهرت على مر السنين. أول نظرية إن بول فعلا كان الجاني، واللي بيدعم النظرية دي قربه من العيلة، معرفته بالتفاصيل، وجود صلة بينه وبين السلاح. بس النظرية دي فيها مشكلة كبيرة: الرسائل ما وقفتش بعد سجنه. النظرية التانية إن في شخص تاني، شخص قريب من العيلة أو من المدينة، كان عارف كل الأسرار دي وبيستغل الموقف. وفي ناس قالت إن ممكن يكون في أكتر من شخص، شبكة مش شخص واحد. وده يفسر إزاي الرسائل استمرت. لكن أخطر نظرية إن اللي كان بيبعت الرسائل كان حد جوه التحقيق نفسه، حد عنده صلاحيات وصول لكل المعلومات وبيعرف كل خطوة قبل ما تحصل. وده يفسر ليه الرسائل كانت دايما سابقة بخطوة، لكن مفيش دليل قاطع ولا اعتراف ولا حتى اسم واحد اتأكد بنسبة 100%. والحقيقة إن القضية اتقفلت من غير إجابة، والرسائل اختفت فجأة زي ما بدأت، وسابت وراها مدينة كاملة عاشت في رعب وسؤال واحد: مين كان بيبعت الرسائل؟ ولو الشخص ده كان موجود فعلا فهو عاش وسطهم، شافهم وعرف كل حاجة عنهم من غير ما حد يشك فيه. ولو القصة دي شدتك للنهاية يبقى أنت فعلا من الناس اللي بتحب تفهم الغموض. اكتب لي في التعليقات أنت شايف مين كان الجاني، وما تنساش تشترك في القناة عشان الجاي هيكون أغرب وأخطر.